عضو جديد دخل في البلاد لاين ومحدش فاهم اي حاجه في القصه ديت، فيلا بينا. ويلكم تو ساتردي نايت سماك داون. I'm the best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. بصوا يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي اول حاجه وتعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيحفزني جدا اكمل، وان شاء الله نوصل 500 مشترك النهارده قبل بكره، ونوصل 1000 مشترك ان شاء الله باسرع وقت. تاني حاجه عاوز اتكلم عنها يا جماعه عن الفيديو ده، ان انا يا جماعه والله يا جماعه ده مش انا اللي جايبه، يعني مش ده خبر انا جبته لك وقلت لك يعني ده اللي هيحصل دلوقتي، ده اللي مش هيحصل. انا بقول لك ممكن انه يحصل، والخبر ده مش انا اللي جايبه، والناس بتقول لي انت واخده من حد، واخده من الكلام ده. الخبر ده اصلا طالع من صاحب سبورت سكيتا، يعني انا مش فاهم يعني الناس دي كده، وكل واحد يخش لي معلومات غلط. يا باشا انا مش جايب انا جايب المعلومه، مش انا اللي قايل المعلومه، انا جايب المعلومه. انا في اخبار طلعت وانتشر بشكل حلو يعني، وكانت عجبانه يعني ايه التوقع، فحبيت ان انا اشاركه معاكم. وعلى فكره مش شرط خالص ان رومان رينز يظهر في سماك داون ده، على فكره يعني مش شرط خالص انه يظهر النهارده. فده كان في الاول والاخر خبر، وانا كنت يعني ايه اتمنى فيه، بس هو ممكن ما يحصلش، احتمال كبير انه ما يحصلش يعني. ويلا بينا نخش على الفيديو. افتح عرض النهارده بدخول ذا امريكان نايت مير، ذا اندسبيوتد دبليو دبليو تشامبيون كودي رودز. اهلا يا كودي، اهلا يا حبيب قلبي، عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ يا رب يكون اللقب عجبك يا حبيبي. انت داخل لنا ببدله؟ ماشي يا حبيبي، يا ريت يعني نخش بلبس الشغل مره يا حبيبي، عشان انا زهقت بقى من حوار البدل ده. في بطل بيخش ببدله يا باشا؟ انت مش تريبل اتش ولا واحد بتكتب في السيناريوهات عشان تلبس لي بدله، ولا صاحب العرض ولا مدير العرض ولا اي حاجه. البس لبس الشغل، اتعامل كانك مصارع عادي يا حبيبي. انت مصارع بطل عالم صحيح، على عيني وعلى راسي يا حبيبي، بس البس لبس الشغل عشان دي حاجه يعني ايه بتضايقني شخصيا يعني. تمام؟ افتح كود رد الكلام وقال تحبوا نتكلم عن ايه النهارده؟ تحبوا نتكلم عن الروك اللي قاطعني في عرض الرول اللي فات وانا مستنيه، واذا كان الروك هيوفي بعده ويفوز باللقب ولا لا؟ العرض الشهر القادم هو باكلاش. انا ممكن اواجه سانتوس اسكوبار والجماهير كلها قالت لا، او ريمستيريو الناس كلها يعني ايه نص قالت او ال اي نايت الناس كلها قالت يه، او ايجي ستايلز الناس كلها فرحت صغرطت، او بوبي لاشلي الناس كلها ما عجبهاش اصلا انها زيت من بوبي لاشلي، او كيفن اونز صاحبي. والله يعني الحته دي مش بفكر بحته كده بجون سينا انا، بس ايه يا ريت اشوف تعامل احسن من كده يعني. هو جون سينا كان عامل الحته ديت لما يعني كان خلص اصلا على ناس كتير يعني، فانت لسه جاي مبتدئ، لسه جاي ماسك اللقب تقوم عامل تصفيات. حول ولا قوه الا بالله. نشوف اخرتها معاك ايه يا عم كودي رودز انت. ده هي دي القصه، اما نشوف اخرتها بقى. ستايلز ده من المصارعين القليلين جدا اللي فازوا بلقب العالم والان دبليو اي، وبيوجه كلامه لنفسهم وبيقول لهم ان هم لو جم للملك فمن الافضل ان هم ما يفشلوش، لان هو كودي رود اللي محدش عاجبه وجوده هنا، ولكنه اصبح بلا انكار بطل العالم الموحد. انت بتغيظني يعني؟ ماشي اوكي يا حبيبي، يا ريت يكون الفقره خلصت، وفقره جميله جدا يا حبيبي. تصفيات جميله جدا جدا جدا، طريقتك جميله جدا في حمل اللقب. لحد دلوقتي مش عاوز اظلمك، سايبك شويه يعني. انا اظن لو شفت فتره اخرى يعني انت عارف انا مين، وانت انا ما تزعلش مني بقى. انا سايبك على راحتك اهو، ومديك حقك يا حبيبي ومستنيك. انتهت الفقره على كده، فقره يعني جميله جدا يعني. كودي روز حابب يوضح لنا ان هو يلعب على اللقب في باكلاش.
اديلها 6/10. انا كده كارمهم يعني بصراحه. خلف الكواليس كيفن اونز دخل غرفه الملابس بتاعت كودي رودز وقال للبلاد ان هما مش مدعوين، وبول هيمن بيقول لسولو سكوا انه بامر من رومان رينز لو عاوزين يستعيدوا غرفة تغيير الملابس لازم الاول يستعيدوا اللقب. وتم الاعلان رسميا عن عودة شيماس في عرض الرو الجاي. هو مش كده النهارده في سماك داون؟ ماشي يا حبيبي، عادي ولا يهمك حبيبي. المباراة الأولى إلي نايت ضد موبلاشي وسانتوس اسكوبار. طبعا انتم مش محتاجين تعرفوا لأن واحد زي سانتوس اسكوبار طبعا مش هيروح يواجه كودي رودز، وواحد زي موبلاشي متحمش تهمش زي الفل يعني. فمين اللي واخد الدفعة في ريسل مينيا اللي فاتت؟ ايوه هو إلي نايت يا حبيبي. فاز بالمباراة وكان أداء حلو جدا، أدي للمباراة دي 7/10. بعدها بيدخلوا البراد لاين وبول هيمن وبيقول نيابة عن زعيم القبيلة مش هيقدموا أي اعتذار للي حصل في ريسل مينيا، ومش بيلوموا ولا جون سينا ولا أندرتيكر ولا جاي أوسو، وإن رومان رينز أمر بتقبل الهزيمة. بول هيمن بيتكلم عن ريسل مينيا 39 وان كودي روز ساعتها ما كانش مستعد لسولو سكوا، ورومان رينز وقتها احتفظ باللقب، لكن في ريسل مينيا 40 سيس رولينز كان درع لكودي رودز وقدر انه يفوز. وبول هيمن بيقول ان رومان رينز ما كانش عاوز انه يضرب سيس رولينز، لكن ادرك بعد 10 سنين من الخيانة انه كان مليء بالغضب والانتقام. بعد ما بول هيمن كان بيعترف بكودي رودز كبطل بيقطع سولو سكوا وبيقول له انه عاوز يكون في عواقب للهزايم وانه عاوز يتخلص من جيمي اوسو. وبول هيمن اللي هو اصطدم كده اللي هو انت بتقول ايه يعني؟ ده مش اوامر من رومان رينز، انت عاوز ايه؟ انت بتعمل ايه يالا؟ بعدين سولو سكوا بيروح يحضن جيمي اوسو وبيقول ان اخوه ويقول له انه بحبك حبيبي. اول ما شفت الحوض ده ما اطمنتش وقسما بالله. قام جا واحد من العيله الجديده جديد في العيله يا جماعه، WWE وهجم على جيمي وكسروا عظمه هو وسولو سكوا. حاجه جميله جدا. واللي هو ابو ليمان يا لهوي يا لهوي لا 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 وخلاص يعني اللي هو ابو ليمان بيتفرج كده وخايف ومش عارف ده يقول لك ابن مجنون هيعمل ابن الهبله ده يا لهوي. خاف منه قسما بالله. ويعني سولو سكوا بيعترف تفهمش بيعترف بالبلاد لاين ولا هو عاوز يبقى زعيم القبيله ولا ايه بالظبط؟ يعني مش فاهم اي حاجه. انتهت الفقره على كده وسابوا يعني جيمي اوسو ومشيهم. وبول هيمن اللي هو كان واقف كده سولو سكوا انت واقف انت تقف؟ قال له لا اقف ده انا جاي معاك دلوقتي. بقى بنخش على المباراه الثانيه معانا برون بريكر ضد واحد كده من الNXT يعني اسمه كاميلو جايمس. تمام يا حبيبي. بصوا يا جماعه يعني ايه في مباراه قبل كده يعني المباراه اللي قبل ديت بتاعت برون بريكر يعني هو كان عمل واحده سبير وخلاص المباراه خلصت على كده. وعشان بقى برون بريكر حابب ان هو يستمتعكم اكتر واكتر ضرب ضربتين وعمل سبير وعدوا الكسب. شفت ازاي اهو؟ مش حارمكم من حاجه. انا مش عارف هل ده يعني كريتيف من تريبل اتش ولا ده عشان ما فيش وقت في العرض ولا ايه بالظبط. بس يعني قد المباراه دي تاخد حاجه يعني. انا اظن المباراه دي ما بتاخدش حاجه يعني. خلف الكواليس بيتم بقى بول هيمن وبيقول المذيعه بتساله عن ايه اللي حصل يعني في الفقره بتاعتهم دي. بعدها بيجي تاماتونجا اسمه تاماتونجا يا جماعه يعني عضو جديد في البلد. وبيقول لي بول هيمن انه جه هنا بامر من الترايبال شيف. وسولو سكوا بيقول ان هو هيكون زعيم البلاد لاين في الوقت الحالي. وبول هيمن بيكون مش فاهم اي حاجه ولا انا فاهم اي حاجه ولا حد فاهم اي حاجه يعني. بس اللي انا حاسه ان يعني الترايبال شيف ده مش رومان رينز. لا ده مش رومان رينز يعني. اظن في خيانه لرومان رينز او يعني اعتراض من رومان رينز وكده. رومان رينز لازم يظهر يعني لازم يظهر سماك داون الجاي وعرض الرو الجاي. اهم حاجه لازم يقابل البلاد لاين ويعني يظهر لهم ويتكلم معاهم او يفهم ايه اللي حصل. لان زي ما انت شايف دلوقتي انا بعتقد يعني ان الترايبال شيف ده مش رومان رينز. وبالمناسبه يعني
راكيشي كان لمح في تويتر يعني نشر فقرة البلاد لاين وحاطط ايموجي اللي هو بيعترف بزعيم القبيلة او بيعترف بالبلاد لاين يعني وكده. ويعني انا مش عارف يعني تقريبا يمكن يا اما الترابل شيف ده يا اما راكيشي يا اما زاروك، يعني حاجة من الاتنين. وبقى يبقى سولو سكو والولد الجديد ده اللي انا لسه مش حافظ اسمه ضد مين؟ ضد بول هيمن وجيمي اوسو ورومان رينز، وممكن جاي يرجع كمان للبلاد لاين، يعني مين ما يتوقعهاش. يعني انا اصلا اول ما لقيت جيمي بيتضرب كده ما توقعت ان ممكن جاي اوسو يظهر، بس ما ظهرش. يعني في الحدث الرئيسي معانا من سماك داون، ايجي ستايلز هزم ريمستيريو وكيفن اوينز واصبح المنافس لإلي نايت الاسبوع الجاي لتحديد منافسه الاول على لقب العالم موحد اللي مع كودي رود في عرض باكلاش. بعد نهاية المباراة تدخل إلي نايت وبيقف قدام ايجي ستايلز وجها لوجه وبينتهي العرض على كده. انا بص يعني انا متوقع ان يعني برضو المرة دي برضو إلي نايت هو اللي هياخد الدفعة دي برضو، ومش شرط يعني ان إلي نايت هو اللي يكسب، لا عادي، بس انا بتوقع ان هو اللي هياخد الدفعة، يعني لان زي ما انت شايف قاعدة جماهيرية كبيرة وكده بتبنى فيه، ويعني محتاج حاجة زي كده دفعة. وانا بتف على فقرة كود رودز يعني الاولانية ديت، والمباراة كانت حلوة على فكرة، يعني حلوة جدا كمان. اديلها 8/10، عرض اكملي اديله 7/10. اجمل واحد في العرض انا خايف اقول لكم اجمل واحد في العرض كان سولو سكوا، لانه خضني بالنسبة لي، يعني لانه خضني، ويعني هو ما يستاهلش بس يعني هو خضني. لا حول الله يا رب، على اخر الزمن دي بقى دي بالنسبة لي احسن واحد في العرض. كده رومان رينز لازم يظهر، يا اما في سماك داون الجاي يا اما اللي بعده، انا ما اعرفش يظهر امتى بس لازم يظهر. لان اما دلوقتي بقى ترايبال شيف، يعني ايه بقى دلوقتي سول سكوا بيعارض رومان رينز، لان حتى لما بول هيمن حاول انه يتكلم رومان رينز بيقول له كل رومان رينز، قام واخد منه التليفون وقام مكسره. يعني انا بقول ان الترايبال شيف ده مش رومان رينز. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات لو انت واصل لحد هنا، تكتب رقم 7. والله سلام.